سيو بيقول لأنستازيا أنا ليه حاسك إنك متضايقة؟ فقالت له اسكت، قلتلك ده مش شأنك. وساعتها بتصرخ في وشه وبتقول أنا عايزة بس إني أمشي من هنا، أنا بحق الجحيم لازم أقولك بكل خطوة أعملها. وساعتها نادت على العربة وقالت يا هذا أنا عدت الآن، حضر العربة. ونادت على الخادمة. سيو يتبع أنستازيا لكنه محافظ على مسافة محاولة عدم إزعاجها، وفضل واقف لحد ما تيجي العربة وتركب وهيركب وراها. سيو بيقول في باله أكيد حد ضايقها لأن ليه قررت فجأة إنها تمشي. إيه اللي حصل؟ الأمر سريع جدا، وفجأة الحصان لا يتوقف ومتجه ناحية أنستازيا. وقال سيو لماذا لا يتوقف؟ وفجأة داس على أنستازيا وقال سيو بصوت عالي أنستازيا لأ. والصدمة أنستازيا اتصدمت في العربة والحصان، والسيو في حالة صدمة وفضل ينادي عليها وقال أنا لا أفهم، هل تتنفس؟ إزاي حصل ده؟ افتحي عينيكي أرجوكي لأ. وفضل يعيط والناس اتلمت، وفضل ينادي على الطبيب والناس جريت عليهم. وفجأة بنشوف ماريا وهي واقفة في النافذة ومراقبة كل حاجة حصلت، وساعتها بتضحك على آخرها وبتكون مبسوطة جدا. وقالت بشكل عام لم يكن هناك فرق من كان، لكني ما توقعتش ابدا الحظ ده. اردت فقط تدريس درس بسيط لانه لا يبدو جيدا جدا في الحالة دي. اعتقد اني هشاهدها عن كتب في المستقبل القريب، وفي الوقت الحالي هعتني بوضعي في المجتمع. اذا كان استخدام زينون لاضعاف الطبقة الارستقراطية ساكون حتى مرفوضة من الدوك نفسه. وقالت ماريا اعتقد انه هيعين علينا اصلاح الحصان والسواق. اعطي هذا الزينون بسبب اغتيال نبيل في قصر الامبراطور يمكن ان يتم اعدامه على الفور ولن يترك اي ادلة للتحقيق. وفجأة بنشوف واحد ومربوط بحبل، يا ترى ايه ده؟ وبنروح لأنستازيا وبيتم نقلها لمنزل الدوك على الرغم من ان زينون اوصى بان يتم الاعتناء بها في القصر الامبراطوري، لكن سيو مش واثق فيه. وساعتها وصل الدكتور وبيسأل سيو الدكتور أنستازيا هي اتضربت على راسها ولا ايه؟ وليه مش عايزة تصحى؟ انت انقذتها صح يا دكتور؟ انت مش بتتكلم ليه؟ وطمني لو تقدر تنقذها. وساعتها رد عليه وقال له في الوقت الحالي اقترح يا سيدي ان الحالة مستقرة وخلينا نتكلم برا الغرفة عشان نسيبها. وساعتها قال له الطبيب كان من الممكن ان يكون الامر أسوأ بكتير، لكن الحمد لله ان سرعة العربة لم تكن سريعة جدا لانها كانت في اراضي القصر الامبراطوري، وكمان هي متصابة بألم في صدرها، ولكن اضلاعها تبدو كويسة وهي هتواجه صعوبة شوية في التحرك، لكن مفيش اي حاجة نقدر نعملها لحد ما تبقى كويسة. لازم تتعافى بشكل جيد طالما انها بتتناول ادويتها في الوقت المناسب وبتتجنب ارتداء المشدات. وساعتها قال سيو الحمد لله، وقال في باله فكرة احتمال فقدانها يؤلمني جدا لدرجة اني شعرت وكأن قلبي قد تمزق. وساعتها قال سيو للطبيب الحمد لله انها عايشة حقا. وساعتها قال له الطبيب انا اسف اني هقولك الكلام ده يا سيدي، ولكن اخشى انك فقدت طفلك يا سيدي. وساعتها اتصدم سيو وكمل الدكتور وقال له انا اسف جدا لكنها اتعرضت للاجهاض، وايضا انا خايف انها لن تكون قادرة على. وساعتها قال سيو في باله اين ارتكب الخطأ؟ هل لما شفتها في المرة الأولى أم لما استدعيت سيرجي لساحة المعركة؟ أكيد في الوقت اللي جبتها هنا فيه لما كانت مشيت. هل كان ذلك عندما مارست الحب معها؟ أضع دائما رغباتي قبل مشاعرها، ولعل هذه هي بداية أخطائي. أنستازيا إيه اللي مهديني في الوقت الحالي؟ وساعتها قال له الطبيب لن تتمكن من إنجاب طفل في المستقبل، كانت صحتها سيئة في البداية لذا كانت الحادث مميتا، ومع ذلك أعتقد لو إنها جابت الطفل ده كانت حياتها هتبقى في خطر. وساعتها بيفكر سيو بيقول كانت أنستازيا حاملا في طفلي، ذلك الطفل مات اليوم
متى وهل، وهي لا انا ليه ما لاحظتش ده؟ امتى حملت بالطفل؟ انا ليه دايما كده؟ انا ليه معرفتش انقذها؟ ليه فقدت طفلي بسبب رغبتي؟ حصل لها كده. وساعتها قال له الطبيب لكن انستازيا لم تكن على علم بحملها. مظهره بيقول لي انه بيشعر بالاشمئزاز. من الطبيعي ان يشعر الناس بالفزع لو سمعوا ده. لم أكن أدري إنها حامل بطفلي. وساعتها قال له الطبيب ده بيحدث أحيانا عشان بطنها مش واضحة حتى تلاحظ ده. وكمان زوجتك نحيفة جدا وممكن ما يظهرش ده لو كانت الأم لا تتمنى الطفل. وساعتها قال له السيو لا ده مش صحيح. أنا أتمنى إن طفلي يكون لسه على قيد الحياة. أمنية واقعة بالنسبة ليا إني أحصل على طفل من أنستازيا. إذا اكتشفت أنستازيا إنها حامل بطفلي كانت هتنهي حياتها بطعن نفسها في المعدة. عشان كده لأن حياتها نجت ينبغي لي أن أتصرف بحذر حتى لا تكتشف إنها حامل. أنا فقط أنا سعيد جدا لأنك لا تزالي معي. لذا من فضلك أنستازيا استيقظي. أنستازيا لم تستعد وعيها لعدة أيام. الطبيب يقول فقط بوجه محير دعونا ننتظر ونرى لبضعة أيام أخرى. وبيقول سيو في باله إنها لا تزال على قيد الحياة. ليه مش صاحية؟ كل اللي كنت أقدر أفكر فيه هو الحادث وإجهاض أنستازيا في الأيام الأولى. ولكن الآن عقلي ممتلئ بحالتها الجسدية. ده غريب جدا. في صدمتان محفورتان في داخلي أو ربما ما أقدرش أعمل أي حاجة في الوقت ده. عقلي الآن يركز على بقاء أنستازيا على قيد الحياة. لو سمحتي استيقظي يا أنستازيا. وفجأة بيجي المساعد بتاع سيو وبيقول له آسف يا سيدي لو قطعتك ولكن في حاجة لازم أقول لك عليها. فقال له سيو ماذا؟ فقال له تم إعدام السائق اللي تسبب في الحادث والحصان أيضا موتوه. عشان كده ما قدرناش ندور عليه. واتصدم ساعتها سيو وكمل وقال له على الرغم من إن عامة الناس مش بيخضعوا عادة للمحاكمة بتهمة محاولة اغتيال النبلاء، لقد تمت عملية إعدام السائق بسرعة غير عادية وكأن الإجراء أبسط بكتير من الإعدام العادي وكأنهم عايزين يخفوا حاجة لسبب ما. وساعتها اتذكر سيو حاجة في اللحظة دي. افتكر كلمة ماريا لما قالت سوف تكون آسفا. ماريا هوسرون ما اقدرش انسى واتجاهل ده. وهي قالت لي ايه بالظبط ساعتها؟ فقال له المساعد سيدي. فرد سيو وقال قالت سأعتذر. لابد من انها حست بالانزعاج لما قلت ذلك. لن تصبح الدكة ابدا وعشان السبب ده استهدفت انستازيا بدلا من ذلك وانها تعتقد انها غير قابلة للمساس بها حتى لو قامت بمضايقة اي شخص اعلى من نبالغها تلك المرأة المتغطرسة. وساعتها قال سيو قبلت التحدي. اعتقدت ماريا ان سيو كان الشخص كان حذر للغاية لكنها لم تكن تعلم ان حذره ده من العائلة الإمبراطورية وعائلة إيفردين لديه سلطة كبيرة في السياسة. سيو هو راجل عاش في ضغينة عميقة طول حياته. كان ينبغي على ماريا إنه هيصبح رجلا ليس لديه ما يخسره إذا خسر أنستازيا إيفردين. وساعتها قال سيو للمساعد أنا متجه إلى قصر الزعرور. إن امتلاك القوة هو شيء رائع. وبنروح لماريا وبتقول في بالها لم أقدم أي قياسات ومع ذلك فقد أرسل الحجم المثالي. في المرة القادمة لو شفته هغرقه بقبلاتي. وفجأة بتجيلها المساعدة وبتقول لها سيدتي أخبار رهيبة. وساعتها مسكت ماريا وعشان تلبسها واستغربت ماريا وقالت بتعملي ايه؟ فقالت المساعدة مفيش وقت للاستفسار لازم تغيري ملابسك على الفور. هل فكرت يوما كيف شعرتي لما كنت بعتني بيكي؟ أنا متأكدة من إنك لم تفعلي ذلك أبدا. اسمحي لي إني أشرح لاحقا. ويرجى تغيير ملابسك بسرعة. وفجأة بتسمع ماريا أصوات عالية من البوابة بتاعة القصر. وساعتها شدتها المساعدة بسرعة عشان تشوف ماريا في إيه. وفجأة وقعت على الأرض والصدمة دخل سيو وقالت ماريا
انت، وساعتها قال شكرا لجعل الامور اسهل بالنسبة ليا. يا ترى هيعمل ايه مع ماريا لما شك ان ماريا هي السبب في حادثة انستازيا؟ ويا ترى انستازيا هتعرف انها كانت حامل من سيو؟ ويا ترى هي لسه حامل والدكتور بيكذب ولا لأ؟ وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.